بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بكم ونعرفكم برابطة علماء إريتريا. عضو هذه الرابطة أخوكم أبو عمار. إن إريتريا تناصر أخوانها في فلسطين في هذه المناسبة السنوية العزيزة، مناسبة أسبوع القدس العالمي. هذه المناسبة أيها المسلمون تأتي علينا هذا العام، والأحداث كما تتابعون في غزة العزة، فلسطين الجريحة، والأقصى وغزة وما تواجهه من أحداث دامية. غزة التي صمدت وانتصرت، غزة التي قدمت فلذات أكبادها، وهذا ما يدعو المسلمين كما قال عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. علينا أن نتوجه في هذه المناسبة ومع هذه الأحداث أن تتكاتف جهود الأمة وتتضافر كل قطاعاتها بنصرة إخواننا، بتقديم ما نقدر عليه جميعا، سواء بالبذل بالمال وبالأنفس وبالمساعدات وبالكلمة وبكل ما يمكن أن يقدم. علينا أيها المسلمون جميعا، صغارا وكبارا، علماء وجمهور وقادة، كلنا، الأسر والنساء والأطفال، كل الجهود ينبغي أن تتوجه، وكل العطاء ينبغي أن يبذل في هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها الأمة الإسلامية في مواجهة أعدائها. إن النصر أيها الإخوة قريب. يبقى أن يكون ماذا قدمت أنا لفلسطين لينظر كل منا ماذا قدم، وكل منا مسؤول حيال هذا الصراع. فالنصرة النصرة يا عباد الله، والتأييد التأييد، والبذل البذل. إننا في رابطة علماء إريتريا نستنفر كافة إخواننا وأهلنا في إريتريا للبذل والعطاء ولتقديم ما يمكن، والمناصرة والدعاء والتعريف والعطاء. هذا واجبنا جميعا، حتى إن شاء الله تعالى هذه القضية المباركة تحقق مقاصدها، وبإذن الله النصر قريب والفتح بإذن الله آت. وينبغي أن تنظر أيها المسلم أنت أين تقف في هذه المعركة، وأنت ماذا تقدم في هذه المعركة حتى تكون من جند الله ومن أعوان الله ومن المناصرين لله ولرسوله وللمؤمنين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تفتح القدس ويرزقنا الله فيها عز وجل سجدة وصلاة في المسجد الأقصى المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.